سلام. مرحبا بكم. قضية جديدة من الكويت. في شهر 10 2024 واحد المواطن كويتي في شهر 10 مشى للمطار. قطع البيي وطلع. أول ما كمل الإجراءات وطلع للطيارة هز تليفونه وعيط على ولده الكبير. قال له غتمشي للدار المراه الجديده عندي، لانه هو عنده شحال من مراه. قال له غتمشي عند المراه الجديده عندي وغتشوفها. الزوجه ديالو الجديده، مراته الجديده سميتها ولاء، عندها 26 سنه. قال له غتمشي عندها للدار وغتشوفها. لانه انا عطيتها قتلاد العصا وغتمشي تشوفها. الا لقيتها مازال حيه وكاين ما تعتق ديها المستشفى واعتقها. الا ما كاين ما تعتق، المهم تهلا انا راني مسافر. صافي وسد تليفونه وقلعت الطياره. صافي ولدو سمع داكشي اللي قال له باه ومشى لمنطقه القيروان فاش كاينه الدار ديال ولاء، ومشى عندها يشوفها واش مازال حيه ولا غير كلا دقه العصا. فاش وصل ولدو الكبير دخل للدار لقى المراه مسكينه ميته اللي هي ولاء عندها 26 سنه، وبنتها حداها كتبكي. بنتها عندها 8 شهور، يعني مازال ما كملت العام، عندها 8 شهور جالسه كتبكي حدا امها. لانه تقريبا الام مات بشي ساعه او شي حاجه بحال هكاك. الولد منين ما لقى ما يعتق وعرف بان مرت باه ودعات، عيط على البوليس وجاو البوليس وقلبوا على الراجل لقاوه مشى. لقاو بانه سافر للعراق الاربيل. من بعد تقريبا 9 شهور اعلنوا بانهم شدوه. ولكن هو كانوا شدوه ب15 يوم باش مشى الاربيل باش هرب. 15 يوم من من فاش عطى دقات العصا لمراته. من 15 يوم بعدها شدوه، ولكن دابا عاد يعني 9 شهور من بعدها عاد جابوه للكويت باش يتحاكم. غنهضروا كيفاش القاتل تلاقى مع الضحيه ديالو اللي هي الزوجه ديالو اللي هي ولاء. ولاء هي بنت سوريه من سوريا. فاش كانت عندها 16 سنه كانت متزوجه في سوريا وعندها وليد. ولكن ولد عندها ولد. ولكن يعني كانت امورهم مكرفسه بزاف، تفرقوا. صافي منين طالقوا رجعت لدار باها في درعا، تحديدا في منطقه صيدا. فبدات المعاناه، يعني ما كتقرا ما خدامه عندها ولد. حالتهم يعني ماشي باش يقدو يهزوها هي وولدها. يعني كاينين بزاف حوايج ناقصين في حياتها، بزاف حوايج ناقصينها هي وولدها. ما هي ما كتقرا ما كتخدم. ف يعني كاينه معاناه. من بعد هاد المعاناه جاتها واحد الفرصه انها تمشي تزور العائله ديال امها. يمكن العائله ديال امها في الامارات. فكانت فرحانه بزاف ومشات زارتهم لانها اول مره كتخرج من سوريا. ومن بعد هاد الزياره يعني تبدلات. هي بغات، عجبها داك الجو ديال الامارات، عجبها الجو انها تسافر، عجبها داك الشيء كامل. فمن بعد قررت انها تستقر في الامارات، وبالفعل استقرت في الامارات. وبدات الحاله كتحسن شويه بشويه، ماشي يعني من تحت لفوق من الطياره من لا من الحماره للطياره ولا من العماره. المهم بدات شويه بشويه كتحسن الحاله ديالها وبقات ساكنه في الامارات. من بعد كتفاجئ واحد النهار كتجيها رساله في سناب شات. الميساج او الرساله كانت جايه من عند واحد الرجل كويتي. بغى يتعرف عليها. المهم بداو كيهضروا، بدا كيتعرف عليها. هذيك الوقيته كان تقريبا العمر ديالها 21 22 سنه. فمن بعد ما عرف الوضع ديالها انها مطلقه وعندها ولد، قال لها حتى انا راني مطلق وعندي وليدات وكنقلب على بنت الحلال اللي توقف معايا ودير ولادي بحال ولادها وانا ندير ولدها بحال ولدي. المهم الاشعار والاغاني وهذاك الشيء. هي ولاء بنت لها واحد الفرصه انها مزيانه، بما انه هو قال لها انه حالته الماديه مزيانه ويعني وبان لها متقي الله وانسان مزيان. فوافقت
واتفق مع انها ترجع لسوريا باش يمشي يطلبها من دارهم او لا يخطبها من دارهم. فهذاك الشيء اللي دار، رجعت هي لسوريا، مشى هو خطبها من سوريا، من بعد يعني تزوجوا، جابها للعراق ومن بعد جابها للكويت. فهنا كيبداو المفاجآت. واول مفاجأة كانت انه ما بغاش الولد ديالها، مع انه كان متفق مع ان ولدها غيعيش معها. فبقى دائما يعني كاين صداع بسبب ولدها، وقال لها انا ما بغيتوش. قالت له لا احنا متفقين وانا ما نقدش نعيش بلا ولدي. قال لها سوقك هذاك، انا عندي الدراري وعندي البنات حتى انا، وعندي بزاف مسؤوليات، فانا ما قابلش ولدك انه يكون معانا، صيفطيه يعيش مع امك. فهذاك الشيء اللي كان. ما قدرت دير حتى شي حاجه ورجعت ولدها يعيش مع امها. فللاسف وفاء، عفوا ولاء، سمحات في ولدها باش ما تضيعش الزواج ديالها، وبقات عايشه معاه كتربي ولادو في الوقت اللي هي سمحات في ولدها، ورداتو يعيش مع امها وبقات معاه كتربي له في الدراري. بعد مدة من الوقت يعني لاحظت انه كي يركز على انها ما تحملش، وكيقول لها ما خصكيش تحملي، ما خصكيش تولدي. فبدات كتستوعب وبدات كتعرف بانه يعني هي غير بحال الخدامه، يعني جايه غير باش تقابل الدراري وتهلا فيهم وكأداة للمتعه وصافي. يعني ما منين ما يمكن لهاش تولد، وحتى ولدها تحيد منها ورجع يتربى مع امها. فهي بدات كتستوعب انه الدور ديالها غير بحال شي خدامه. فهنا بدات المشاكل، وعلاش وانت قلت لي غنديروا اسره وغنديروا عائله، وعلاش ما تخلينيش نولد. المهم بدات المشاكل حتى واحد النهار صدقات حامله، ولدات بنيه وسماوها شيخه. فهنا ولاء بدات كطالب بجميع الحقوق ديالها، انه يصرف عليها مزيان، انه يخرجها قدام الناس، انه بزاف حوايج. وهنا بداو المشاكل، مع انه ولاء كانت كتبغيه وكتغير عليه يعني، ومعتبره العلاقه والزواج ماشي غير مصلحه، يعني بغاتو الشخص، بغات الشخص راسو نفسه. هنا الزوج ديالها حس راسو انه تقولب، يعني هو ما كانش باغي يدير اسره اخرى، هو كان باغي يجيب غير واحد المراه باش تقبل له الدراري، بما انه مطلق والدراري عنده هو. فكان هدفه انه يجيب مراه تقبل له الدراري. لقى راسو تقولب انه كيبني عائله اخرى، كيبني اسره اخرى، اسره وسط اسره. فمنين بداو كيكثروا المشاكل، شنو قرر الزوج ديالها؟ داها لسوريا وخلاها تماك هي وبنتها، ورجع للكويت ووقف الإقامة ديالها، حيد لها الإقامة وقال صافي دابا أنا ارتحيت، هي غتبقى تماك وغاديش ترجع. ولكن المفاجأة فين؟ المفاجأة في أن ولاء عندها بنتها كويتية وراقها كويتيين. خدات بنتها وركبات وجات للحدود الكويتية، بغات تدخل. قالوا لها بنتك كويتية عندها الحق تدخل، ولكن انتي ما عندكش الحق تدخلي، لانه ما عندك لا اقامه لا جنسيه لا حتى شي حاجه. فبقات تماك وبداو كيطلعوها طالعين هابطين طالعين هابطين. في التالي سمحوا لها انه تدخل، بما انه البنت صغيره، بنتها صغيره وبنتها كويتيه وهي الام ديالها، فسمحوا لها انها تدخل مع بنتها ومشات رجعت لدارها. هنا منين رجعت لدارها على اساس انه يعني تجدد الاقامه ديالها او لا دير اقامتها على بنتها او لا، المهم عطاوها مهله. هو فاش لقاها، فاش عرفها انها رجعت، بغى يحماق، لانه ما كانش كيظن انها غتقدر ترجع يعني من سوريا للعراق غير في الكار، ومن العراق للكويت وتدخل وتقنعهم ويخلوها تدخل على حساب بنتها. ما كانش ظن انها غتقدر دير هذا الشيء كامل، فكان غيحماق. ومن هنا بدات مشاكل اخرى، بدا العنف، بدا الضرب يعني، وكانت كديكلاري به انه كيضربها. وبدا عدم النفقه، ما كينفقش عليها، ما كيصرف عليها ما حتى شي حاجه. خليها بغيتي ترجعي ورجعي، تحملي مسؤوليتك. فرفعت عليه دعوه ديال النفقه. صافي هنا هو صافي تعصب على حدو. في النهار اللي وقعت فيه الجريمه كان جالس معاها في دارو في القيروان. المهم بدات بيناتهم مشاجره كلاميه، من بعد عطا قتلات العصا، ومن بعد هو يخنقها، بقى كيضغط لها على الرقبه ديالها على العنق، كيخنق يخنق يخنق.
حتى الدم والامانه امانته وصافي. خرج قبل من يلقى راسو يعني حصل عرفها، ما بقاش عارف لا ميتة لا حية لا حتى هنا ما وقع والو. هنا كانت غتدخل عندي هذيك في طريقي، ولكن ما وقع والو، ما تقسنا ما حتى شي حاجة. المهم من بعد ما بقاش عارفها واش حية واش ميتة، جمع داكشي اللي بغى يجمع، هز الفلوس اللي عندها والذهب اللي عندها، لانه ولاء كانت واحد الانسانه اللي ما كتستمتعش بحياتها، كانت كتخاف من المستقبل، على يعني من كثرة ما داز عليها من الويل، ما داز عليها من مسائل خايبه في حياتها. فكانت اي مبلغ جمعاته كتمشي تشريه ذهب، وكتجمع الفلوس وكتشري الذهب وكتجمع، فهمتوا هذوك الناس اللي كيكونوا يا اما دايز عليهم الدكاكه، فكيبقاو يجمعوا ما نعرف الفوقاش. فاش كيديروا لاباس كيبقاو يجمعوا مازالين مزيرين على راسهم السمطه وكيجمعوا لشي وقيته اللي ما عرفت فوقاش. يا اما كاين اللي كيكون هكاك يعني فيه طبيعه. المهم ولا كانت كتجمع، فهو جمع كل شيء داك الحصيصه اللي كانت جمعها ولا من ذهب من فلوس من كل شيء، واتجه للمطار وخدا بي الاربيل العراق، وطلع في الطياره. وتماك فاش عيط له ولو الكبير قال له غتمشي لدار ولاء وغتشوف، لاني عطيتها قتله العصا، شوفها الا لقيت ما تنقد الا ما لقيتش انا المهم انا مسافر دبروا راسكم. ولكن بعد 15 يوم شدوه في العراق في اربيل، ومن بعد تقريبا 9 شهور ردوه للكويت باش يتحاسب. بالنسبه للاشياء اللي كانت دليل عليه، هو واحد الاوديو كان مصيفطو لشي وحده من زوجاته ولا طليقته، ولا كيقول لها انا راني عييت، انا خصني نشوف كيفاش نتهنى منها، خصني نخنقها وارتاح لاني ديتها لسوريا ورجعت في الكار، خصني كيفاش نتهنى منها، خصني نخنقها ونتهنى. هذا من الدلائل يعني اللي كانت عليه، مع انه يعني ما كنظن ما كيحتاج حتى دليل اخر على انه هو اللي دار الجريمه. هذه كانت قصتنا من الكويت، البطل ديالها كويتي والضحيه سوريا. الى اللقاء في قصه اخرى.